اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا النهارده نعمل غدا على السريع. انا هنا اللحمه حطيناها على النار وحطينا عليها بصل وطماطم وتوم ونص قرن فلفل ونص جزرايه. حطينا بقى التوابل ملح وفلفل اسمر، كمان حطينا مكعب مرقه. تمام، تدي طعم جميل للحمه. فلفل اسمر وملح وكزبره ناشفه. اول ما اللحمه معانا اتشوحت نزلنا عليها بميه مغليه. نغطي بقى كده على اللحمه بتاعتنا ونسيبها لغايه ما تستوي. وهنا بقى كانت خلاص اصلا اللحمه معانا كانت تستوي. انا ماشيه معاكم واحده واحده. هنا كانت خلاص اللحمه استوت وطفينا عليها. شوف بقى لون جمال وحلاوه الشوربه عامله ازاي. الشوربه بتاعتنا جميله جدا. تعالوا بقى نشوف نعمل ايه كمان. جبت هنا حله وخرطت فيها بصلايه، كمان قطعت شرايح كده من الثوم، 3 فصوص كده مقطعين كده بالسكينه، ونص قرن فلفل حامي. تمام، هدبل بقى البصلايه دي. اخلي البصلايه دي معايا على النار لغايه ما تدبل. اول ما تدبل انا ماخده كده من حتتين كده من اللحمه دي، مقطعاهم كده مكعبات صغيره، يعني هي مش صغيره او زي كانك بتعملي كباب حله. تمام، عشان هنعملها هنحط عليها ايه دلوقتي، مش احنا هنعملها كباب حله بس هنضيف لها حاجه دلوقتي. خليكي معايا وتابع معايا الفيديو ده للاخر. زي ما قلت لكم، بعد ما البصل معايا دبل مع الفلفل مع الثوم، اللحمه كمان حطيناها واتشوحت، نزلت عليهم حبايتين بس من الطماطم. تمام، عايزه تضربي طماطم براحتك خالص، بس هنا عشان تبقى معانا خفيفه انا بس قطعت كده طماطميتين صغيرين وحطيناهم على اللحمه دي. واللحمه بتتشوح كده هحط فص من المرقه او مكعب من المرقه عشان يدوب معانا في الايه مع اللحمه كده. تمام، شايفين انا ما بزودتش ميه خالص، هي الطماطم مع البصل مع اللحمه نزلت الميه، انا لسه اهو ما زودتش ميه خالص للحمه دي او لكباب الحله بتاعنا ده. تمام خلاص. اول ما كده شايفين حطينا ملح، حطينا كزبره ناشفه، حطينا كاري، حطينا كمون، حطينا فلفل اسمر. هنا كان خلاص شربت بقى الميه اللي نزلتها. زودت بقى انا هنا ميه، بس هنا ما بزودش ميه كتير، بزود شويه بشويه ميه. تمام، معايا هنا ايه، معايا جزر وبسله وبطاطس. اول ما اللحمه معانا استوت هنزل كده بالخضار بتاعنا. تمام، يبقى عملنا كباب حله بالخضار. طعمها كان جميل جدا. زي ما قلت لك، عايزه تضربي لها الصلصه في الخلاط عادي جدا، بس لو انت عايزه تاكليها كده من غير تسبيكات وتبقى خفيفه معاكي، قطعي لها طماطميتين متكعبين. ايه اللي انا بقول فيه ايه مالك، طماطميتين متقطعين مكعبات صغيره كده وحطيناهم على اللحم. شايفين هي اصلا كده كده اوريدي هتاخد لون احمر. هنعمل بقى شويه رز جنبيها. طبعا الزيت غالي يا جماعه، لازم نصفي الزيت كويس جدا جدا جدا. ازمه الزيت اليومين دول. خلاص كده هنعمل بقى زي ما قلت لكم شويه رز بقى كده جميل. نحمر بقى الرز، واول ما الرز كده يحمر او ياخد اللون ده هحط بقى الشعريه. احنا بنحب الرز يتحمر الاول، بعد كده بننزل عليه بالشعريه. اهم حاجه تكوني مهديه النار، عشان خاطر لو عليت النار والشعريه معاكي هتتحرق من غير ما تصفر. احنا كده هنا مهديين النار عشان خاطر الشعريه تصفر وتاخد لون ذهبي جميل. واول ما الشعريه اخدت لون ذهبي نزلنا عليه بكميه الرز التانية، زودنا الميه. اول ما الرز يتشرب ميه نهدي عليه النار. تعالوا بقى نعمل هنا حاجه حلوه، والاكل كده معانا على النار هنعمل حاجه حلوه. جبت حوالي، اللهم صل على النبي، جبت كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم باكت من البيكنج من الكيك شيف. تقدري تستغني عن الكيك شيف وتحطي بدال البيكنج باودر. وحطيت عليه ذره من الملح او ربع معلقه صغيره كده من الملح. نركن بقى الخليط ده على جنب. نجيب بقى شفشق الخلاط، هجيب كوبايه من السكر، احط كوبايه من السكر، هنحط عليهم كمان كوبايه من الفانتا. تقدري لو ما عندكيش فانتا تقدري تستبدليها بكوبايه لبن او عصير برتقال. هحط هنا يعني اقل من نص كوبايه زيت. ومعايا هنا 3 بيضات،
برضه هحطهم كده في الخلاط. ومعايا هنا فانيليا. يبقى سكر، كوبايه سكر، كوبايه فانتا، كوبايه نص كوبايه زيت او اقل منها بمعلقتين، 3 بيضات، الفانيليا، وهنضربهم في الخلاط. يبقى كده هنعمل الغدا. وهنعمل كمان حاجه حلوه، هنزل بالخليط على الخليط الجاف، بس مش هنزل كله مره واحده عشان خاطر ما يبقاش مكلكع معايا. نزلت عليه بشويه بشويه كده وقلبت عشان خاطر ما يكلكعش معايا. نقلب كويس جدا. طبعا لقيت المعلقه دي مش هتنفع معايا في التقليب، فجبت المضرب اليدوي ده عشان بيقلب معانا كويس جدا. ما عندكش مضرب كهرباء، المضرب اليدوي ده هيساعد معاك وهينفع. هنجيب ايه كمان بعد ما نضربهم كويس جدا ونتاكد ان دي اختلطت كويس؟ هنجيب الصينيه بتاعتنا، مش بدهنها زبده ولا اي حاجه خالص، ولا حتى بحط في القعريه دقيق ولا اي حاجه. انا كل اللي بحطه في الصينيه دي بدهنها زيت بس. لو عندي زبده كنت دهنتها زبده، لكن انا ما عنديش زبده فحطيت برضو زيت، دهنتها زيت بس. تقدري كمان تعمليها بالسمنه عادي جدا. نخبطها خبطتين كده ونحطها في الفرن. طبعا نولع الفرن على درجه حراره 180 وندخلها في الفرن. الكيكه على النار، الكيكه في الفرن والاكل على النار. نسكت؟ لا، هنبقى نعمل عصير فراوله. جبنا هنا الفراوله بتاعتنا، حطينا عليهم ميه عاديه خالص من الحنفيه. وبعد كده طبعا الجو تلج فمش محتاجين ميه ساقعه، تمام. وهنحط بقى السكر، نظبط السكر بتاعنا ونضرب بقى ايه في الخلاط. طبعا اللي يخش يلاقي فراوله يسحب من الطبق. عايزه اقول لكم كمان، اللي انا نسيت اقول لكم ان انا كمان حطيت بنجر الاول في الخلاط. لو انتوا خدتوا بالكم كنت حاطه بنجر في الخلاط. البنجر ده بيدينا طعم جميل للفراوله، وكمان البنجر فيه حديد وليه فوائد كتيره قوي قوي للاطفال. لو انت مثلا عندك ابنك عنده انيميا او انت او كده، البنجر ده جميل جدا جدا جدا، تمام. بعد ما هنا عملنا العصير كل حاجه، جبنا بقى حله حطيت فيها سمنه بلدي، وطلعنا كده حتتين لحمه عشان نحمرهم في السمنه. عايزه اللحمه تبقى طريه معاكي تعمليها بالسمنه، عايزاها تبقى ناشفه اعمليها بالزيت. هنا شايفين بقى جماله بقى. ده كده الغدا بتاعنا اهو الجميل اللذيذ ده. كان خلاص هنا هنتغدى بقى. وهنا الكيكه بتاعتنا كانت طلعت من الفرن، شايفين قد ايه طريه وسفنجيه ازاي، حاجه كده عسل. ده عصير الفراوله بتاعنا. متنسيش بقى تحطي لي لايك، تشتركي في القناه، ومع